دول 5 حاجات أنت بتعملهم كل يوم ولكن بيدمروا صحتك بالبطيء. أول حاجة وهي استخدامك للموبايل قبل النوم، ولكن اللي ما تعرفوش إن الضوء الأزرق اللي بيبقى خارج من تليفونك بيقلل من إنتاج الميلاتونين، وده الهرمون المسؤول عن النوم، وده نتيجته اضطراب في النوم وكمان ضعف في الذاكرة. يعني ببساطة أنت بتحرم نفسك من أهم عملية شفاء طبيعية خلقها ربنا. تاني حاجة وهي شرب الشاي والقهوة بعد الأكل على طول. في ناس بتفتكر إن هم بيساعدوا على الهضم، ولكن الحقيقة إن هم بيخنقوا جسمك من جوه، لأن شرب الشاي والقهوة بعد الأكل بيمنعوا من امتصاص الحديد بنسبة توصل ل 70%. فالأفضل إنك تسيب جسمك يمتص الأول وبعدها اشرب شاي وقهوة براحتك. تالت حاجة وهي استخدام سماعات الأذن لفترة طويلة، حتى لو الصوت مش عالي، فاستخدامك لسماعات الأذن لفترة طويلة ممكن على المدى البعيد يسبب لك مشاكل في السمع. رابع حاجة وهي تسخين الأكل في علب بلاستيك، لأن البلاستيك بيفرز مواد خطيرة مع الحرارة، والمواد دي بتأثر على هرموناتك وجسمك. خامس حاجة وهي تدخين أو استنشاق أي دخان، وهنا أنا مش قصدي السجاير بس، أي دخان ممكن يأثر بالسلب على رئتك وعلى قلبك. ولو أنت شايف إن العادات دي كلها شكلها بسيط، إيه تاني ممكن يدمر صحتك من غير ما تحس؟